السلام عليكم، جمعة مباركة. أول جمعة في رمضان الكريم إن شاء الله. اليوم نوريكم جاكار كيفاش كيركب الخيل بلا الراس، كيفاش كيركب الخيل ديال الكانات، ونشرح لكم شوية على لاكل. إن شاء الله يكون كل شيء مضبوط بإذن الله. أجونا نبداو بأول حاجة اللي هي الخيط ديال الكانات. الخيط ديال الكانات اللي عندنا بحال هكا، ها هو الخيط. شتي كنشدو الكانات، كنحطو الكانات هنا. ها هو الخيط ديالنا، كنحطو الخيط ديالنا بهاد الطريقة، كندوروه لهاد الفتحة، كنجيبو هنا كندوروه على التسليك، ومن بعدها كنشدو الكانات بحال هكا. خص الدور مكانه، إلا ما دارتش مكانه التركيب ديالها غلط. نجرو الخيط خص الدور مكانه على هاد الطريقة هادي كتشوفوها معانا. شوف كنركبو الكانات ديالنا على هاد الطريقة. هاي ديك الحديدة اللي كنجربوها الكانات باش كنخرجوه تكون أفقية. نركبوها الحيدة وكنديرو ليها، كنبغيو نركبوها نحطوها كتعطي هاد الصوت ديال الطق النافذة. والخيط ديالنا كيفاش كيركب، غناخدو البوبينة نحطوها في الرقم 1 اللي هو هنا. كنشدو الخيط كنخشيو هنا، هذا هو الرقم 1. ندوزو لهاد المرحلة الأولى، كنعاودو نجيبو في هاد المرحلة. عندنا الطونسيون، عندنا واحد الفتيحة على اليمين ديالنا، هي من هنا واحد الفتيحة هي اللي غادي ندوزو منها الخيط. الخيط كيدخل في هاد الفتيحة هنا، هاد الفتيحة ها هو، ولا دازم على الفتيحة. شتي الخيط ديالنا ولا دازم هاد الفتيحة، كنهبطو الطونسيون. عندنا هنا هنا نديرو تكنيك هادي مزيانة، احسن لينا من شي سلك. هاد الخدمة هادي ديال البرا احسن لينا من سلك، باش غادي دوز الخيط هنا ما احتاجوش السلك. السلك يعذبك. هاد التقنية مزيانة و101%. كنخشيو البرا كنعاودوها غطا. ايوا ماشي مشكل. هاي خرجت عندنا البرا. شوف تقنية زوينة وسهلة، ما تخليكش تبقى تفكر بزاف ولا تبقى مضارب بزاف وتا الخدمة ديالك ما تعطلش. المهم كيف دوزنا الخيط من هنا على اليمين ديال الماكينة، حتى من هنا غيدخل عندنا هاد الفتيحة في الطونسيون من على اليمين تاهي. شوف كتكون ما بين هادي وهادي كاينة فتيحة كتخشيو فيها الخيط. شوف دابا نوريكم الخيط كيفاش كيركب في الراس. شوف كيدوز على هاد الطريقة هادي، كندخلو هنا نجيبو هنا كندورو دورة على هذا. شو معايا هنا كنعطيو دورة، كنجيو هنا كنوركو على هادي، كنجيبو الخيط في هاد الفتحة هادي هي الأولى. في هاد الفتحة عاد كندخلو هاد الفتحة الثانية. جبنا في هاد الفتحة باش ياخد هاد الباساج، عاد طلعناها مع هادي. شوف هنا نجيبو من هنا كنخشيو في الورق بهاد الطريقة هادي.
مثلا باش يدخلنا خير كندير له شويه ديال الماء. شوف هذوك الشنيشوات ما كنخليهمش يدخلوا في البرا، ولا نقطعو الخيط ديالنا مزيان. دابا خدينا شي مقص نخشيو تحت الصباط، ضروري الخيط يكون تحت الصباط بهاد الطريقه باش يخلينا البياسه ديالنا مزيانه. نزيدو لانين الثاني ديال رقم 2 واخا دايزه غادي نحيدها وغنعاودها باش نوريكم كشا. هاي قطعتها من هنا، ها هو الخيط ديال شوف غنعاودوها. بوبينه رقم 2 هي هادي نحطوها هنا، طلع على هادي البلاصه هادي ماشي بحال واحد هي هنا كنطلعوه هنا، الجوج هي هنا كنطلعوه هنا، 3 هي هنا كنطلعوه هنا، ونفس لالين كتعاود لهيه عاود عاوتاني 7 كتبدا من هنا، 7 كتبدا من هنا كتطلع هنا فهاد الباساج، و8 وراها العكس ديال هادو، و9 وراهم كتجي 10 هنا، و11 هنا، و12 هي الاخر. تا هما نفس لالين بحال رقم 1 و 2 و 3 و 4 هما عندهم نفس لالين كامل. المهم حنا نبداو في الجوج، كندوزو الخيط كنطلعوه عندنا من هنا كندخلوه هنايا، كنجيبوه على اليمين ديالنا للطونسيون. شتيه ها هو دخل، كنحيدو هادي، كناخدو البرا ديالنا اللي هي هادي، شوف بهاد الطريقه هادي. شوف البرا ديالنا تكون عندنا قريبه منا، هذا من الماكينه باش تخدمو بها في الخيط. ومن بعد فاش كدوز انت الخيط ديال لي باري كاملين، كتولي انت عندك الخيط اللي بغيتي تشونجيه كتقطع غير البوبينه. انا نوريكم الطريقه اللي غديروا. المهم تنوري لكم في الاخر من بعد ما ندوزو هاد الخيط هذا نوريكم الطريقه كيفاش ان شاء الله. التجربه هذه كتكون غير ملي كتبغي تركب خيوطه كامله، من بعد كتولي تجر الخيط عاوتاني كنعاودو نفس القضيه اللي درنا في برا واحد كنعاودوها في جوج. كتجي على اليمين وكتخشي خيط في الطونسيون من تما، غير هي هنا هاد لالين هادي، هاد لالين ديال رقم 1 ماشي بحال لالين ديال رقم 2 كي كتشوفوا معانا. عندنا غنبداو هنا في الواحد، والجوج غنبداو من هنا غندخلو هنا وغنبداو 3 كهذا مثال 3 بحال الواحد، ولكن 4 بحال الجوج، 5 بحال الواحد وبحال 3، و6 بحال الجوج وبحال 4، وغادا مع الارقام. مهم نفس الطريقه، غير هو اللي هاد البيس اللي طالعه الفوق، الطونسيون هذا اللي هنا هو اللي طالع الفوق ما كاينش لتحت. كناخدو بنفس البلان، هو كناخدو دوره كنجيبو هنا كندورو دوره كنجيو هنا كنعاودوها معاكم. كيكون الخيط هنا كنجيبوه هنا هاد البلاصه، كنجيبو على هادي، كناخدو دوره ديالنا شوف كندوزو على هادي، كنشدو هادي كنطلعوها باش كيجي تحت منها الخيط كنطلقوه. هو الخيط عندنا كيف خدينا في الاول واحد دخلناه هنا، دابا الجوج غنخشيوه هنا في هادي وغيدور باش يطلع لهنا. صافي وكنخشيو الخيط هنا كنهبطوه عادي البرا ديالو اللي هي رقم 2 هاي. خيط كان مقاد مشاني شاف البرا ملقيناش في الصعوبات.
نعاودو نفس الطريقة اللي درنا في البرا رقم 1. كنخشيو الخيط في الصباط، شتي كنجربو هاد الخيط هنا، ها الخيطة ديالنا بجوج. ودابا غنجربو ديك القضية اللي قلت لكم ديال انه ملي كدوز الخيوطة كاملين. انا بالثلاثة مثلا، انا عندي ثلاثة ما عنديش بوبينة، ولكن هو الخيط مقطع. غادي نجيب ليه بوبينة وغادي نجر الخيط، ولا عرفتي شنو، ناخذ هاد البوبينة اللي كاينة في رقم 7 ونجرب بهاد الطريقة هادي. هاي انا البوبينة نركبها في رقم 3، والرقم 3 عندي الخيط ديز. غنشد البوبينة غنحطها هنا، غنشد هاد الخيط، شوفوا معايا، شوف ناخذ الخيط بحال ما هكا، غادي نحزمو. غير الحزمه اللي غتكون عندي تكون عندي سامبل، حزمه سامبل، ما تكونش عندي شي دواره شاده، يكون بحال ما هكا الخيط سامبل. حزمو عادي بحال ما كنشدو، نحزمو عادي بحال هكا، ما يكونش عندي شي دواره هنايا. وغنجيو عند رقم 3 فين واصل الخيط، واصلتي للبرة، نخرجو الخيط من البرة وغادي نجرو الخيط ديالنا عادي. ها هو الخيط ديالنا نجرو عادي غيتمشي عندنا. وإلا تعكس لينا فشي بلاصة كنشوفو فين تحكس لينا كنجرو الخيط ديالنا. بحال دابا الخيط ديالنا ما داخلش في الطونسيون، هادشي علاش عكس لينا. غنخشيو في الطونسيون وغنكملو الجران ديال الخيط. وعندنا عاوتاني هنايا ما واخدش الطريقه ديالو كما هي. حنا جرينا الخيط ديالنا غير العقده، شوف العقده جريناها وغنكونطروليو. ضروري نكونطروليو. بحال دابا هاد الخيط ديالنا داير على هادي، ولكن ما دايش من هنا، تطلق. غادي ندور دوره صافي، شدو هنا، جي هنا باش شدت شي حاجه. شوف الخيط ديالنا عادي، ها هو الخيط ديالنا مزيان، ديس لالين ديالو مزيان، كلشي بخير. راك شوفوا احنا دابا خشينا الخيط في الورق ديالنا. دابا وريناكم كيفاش تركب الكانير، شوف بواطه كيفاش كنحطوها، شرحنا لكم كيفاش، شرحنا لكم كيفاش كيركبوا الخيط، قادين معكم امور. دابا نخليوكم في الفيديو. ودابا حنا انتهينا من الفورماسيون ديال الماكينه هالو. واللي احتاج شي حاجه يتصل بنا على الرقم التالي، وحنا مستعدين نشرحوا لك على اي ماكينه ونخليوك تعرف على اي ماكينه كيفاش تخدم. وشكرا ومرحبا بجميع المغاربه وخارج المغرب.